بيقولك يقاس رقي المجتمعات بتعاملها مع الفئات الضعيفة زي الأعمى، الأصم، ذوي الاحتياجات الخاصة، أي حد عنده عيب خلقي ظاهري بأي شكل. وفي ثقافتنا المصرية مباح التعليق والسخرية على شكل وعيوب الناس اللي حوالينا، وكأن معاك كارت بلانش تحكم بيه على غيرك حتى لو كان ملوش يد في شكله وتكوينه. ففي ناس كده أول ما تشوفك تحطك على الميزان، تخنت، خسيت، طولت، قصرت، أو تعلق على شكل عيالك وتفاصيل لا إحنا ولا هم لينا يد فيها. فلا الأعمى ولا الأعرج ولا الأصم ولا أصحاب الهمم لهم يد في ده. في حكمة للخالق اللي خلقهم إحنا ما نعرفهاش. فأوقات الناس دي بتكون بركة لأهاليهم، وممكن كمان الأهل يكونوا شايلين حمل علاج وأعالة ومصاريف تفوق طاقتهم. فارحم الناس من تعليقاتك، وكفاية اللي هم حاسين بيه ومش قادرين يقولوه وموجهين شكوتهم لصاحب الأمر، لأنهم ممكن يكونوا شايلين ده برضا، وممكن كمان ده يكون عبء مادي ونفسي يفوق احتمال أي حد. في رسالة بطرس الأولى بيفرق بين نوعين من الألم: ألم بنتعرض له نتيجة إيماننا، وألم بنتعرض له نتيجة تصرفاتنا الغلط. فبيقول: لا يتألم أحدكما كقاتل أو سارق أو فاعل شر أو متداخل في أمور غيره. فما تلومش غير نفسك لما تتدخل في شؤون غيرك. المهاتما غاندي قال: اصلح نفسك وسيكون هذا أفضل إسهام تقدمه للعالم. يعني بدل ما تنشغل بأمور الناس ركز على نفسك. فكرة تفكر.